باسمك اللهم نستعين على سعينا فيا رب لا تخيب مساعينا، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بها بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى أفهم. أهلا وسهلا بيك طالب ثالثة إعدادي. في الفيديو ده إن شاء الله هنراجع مع بعض على منهج الهندسة بالكامل من أول حتة لآخر حتة. سكتشك جميل وركز معايا وتعالى نبدأ بسم الله. تعالى نسمي الله ونبدأ. أول حاجة كانت معانا كان حساب المثلثات، وحساب المثلثات يا ولاد كان بيشتغل على المثلثات القائمة مبدئيا كده. فلو أنا عندي مثلث قائم بالمنظر ده كده اهو، هنعمل إيه؟ هنعمل حاجة لذيذة خالص. ده الزاوية القائمة، هنسمي إن ده الضلع الصغير وده ضلع صغير وإن الوتر هو الضلع الكبير. لو أنا حسب نظرية فيثاغورس عايز الضلع الكبير، فهاجي اقول له كده الكبير بيساوي جذر الصغير تربيع زائد الصغير التاني تربيع. ولو انا عايز واحد من الصغيرين هنبدأ ونقول مع بعضينا جذر الكبير تربيع ناقص الصغير تربيع. طيب يعني ايه يا مستر؟ تعال انا اقول لك يعني ايه. بص يا سيدي، دلوقتي انا عندي مثلث اهو، المثلث ده اسمه ألف ب ج، وهناخده ونعمل له كوبي كده وبيست 3 مرات علشان ناخد عليه 3 أمثلة مختلفة. بص يا سيدي، دلوقتي لو أنا جيت وقلت إن الضلع ده ب6 سنتي وإن الضلع ده ب8 سنتي، وأنا حبيت أجيب الألف ج وديت الزاوية القائمة، سبب الله احنا اتفقنا مع بعض الاتنين اللي بيوصلوا الزاوية القايمة ببعض هم الصغيرين، فده هعتبره صغير وده صغير. الوتر هو الكبير. لو انا عايز اجيب الضلع الكبير بقول له ايه؟ ها، جذر الصغير تربيع يعني 6 تربيع زائد الصغير التاني تربيع يديني 10 سنتي. طيب مثال كمان، دلوقتي لو انا جيت وقلت لك ان الضلع ده ب 13 سنتي وان الضلع ده ب 12 سنتي وان الزاويه دي قائمه، وطلبت منكم تجيبوا لي الالف ب بكام، هتقول لي يا سيدي بسم الله. بص يا سيدي، الاثنين اللي بيوصلوا الزاويه القائمه ببعض هم الصغيرين والوتر هو الضلع الكبير. طيب لو انا عايز اجيب واحد من الصغيرين اللي هو الالف ب، بص يبقى جذري ايه؟ الكبير تربيع اللي هو 13 تربيع ناقص الصغير تربيع 12 تربيع، يطلع معايا ب5 سنتي. تعالى يلا اخر مثال فيهم. لو قلت ان ده ب3 سنتي وان ده ب5 سنتي وعايز منك طول الب ج بيساوي ايه، هتيجي تقول لي دي يا مستر نظريه فيثاغورس. طيب ده هو الصغير، دي الزاويه القايمه، يبقى ده الصغير وده صغير وده كبير. لو انت عايز واحد من الصغيرين بتعمل ايه؟ بتعمل جذر الكبير تربيع اللي هو 5 تربيع ناقص الصغير تربيع يديني 4 سنتي. طيب جميل جدا، تعالى معايا. كان عندك السنة دي النسب المثلثية، بس في البداية عايزين نقول حاجة. ده مثلث اسمه ألف ب ج، ودي الزاوية القايمة. ده مثلث اسمه ألف ب ج، ودي برضو الزاوية القايمة. لو أنا هتكلم عن زاوية ألف ولو أنا هتكلم عن زاوية ج، هو مبدئيا كده اللي قصاد الزاوية القايمة في المثلثين دول اسمه الوتر، يبقى ده الوتر وده برضو يا مستر الوتر. طيب بالنسبة بقى لزاوية ألف، لو أنا هتكلم عن زاوية ألف يبقى اللي في وشها ده اسمه المقابل واللي جنبيها اسمه المجاور. لو انا جيت هنا في المثال ده وبصيت بقى لو هتكلم عن زاوية ج يبقى الزاوية دي هي المقابل واللي جنبيها هو المجاور. يبقى الوتر مش بيتغير، لكن مين اللي بيتغير بالنسبة للزاوية؟ المقابل والمجاور. طيب احنا كان عندنا يا اولاد 3 نسب مثلثية، جاء اي زاوية والجتا بتاعة الزاوية وكان في معايا ظا الزاوية. الجا كنا بنقول دايما ان هي
المقابل على الوتر، والجتا كانت مجاور على وتر، والظا كانت مقابل على مجاور. وخد مني دقيقة، الظا برضه علشان هنحتاجها كانت بتساوي الجا بتاعت الزاوية على الجتا بتاعتها، وخليها دلوقتي. طيب اديني مثال يا مستر. تعالى يا سيدي هنرسم مع بعض دلوقتي مثلث قائم اهو. المثلث ده اسمه ألف ب ج، الزاوية دي قايمة، وهاجي أقول لك إن ده ب5 سم، وإن ده ب12 سم، وإن ده ب13 سم، وأطلب منك الجا بتاعت زاوية ج، الجتا بتاعت زاوية ج، هطلب الظا بتاعت زاوية ج، هطلب منك جا زاوية ألف، جتا زاوية ألف، ظا زاوية ألف. طيب تعال نسمي له. في الحالتين ال 13 دي هي الوتر. طيب احنا دلوقتي عايزين نمسك زاوية ج، المفروض ان الجا مقابل على وتره. طب زاوية ج يا ولاد المقابل بتاعها كام؟ ج المقابل 5، يعني اللي في وشها. طب الوتر كام؟ 13. الجتا المفروض يا مستر ان الجتا مجاور على وتر، الجتا هي مجاور على وتر. طب المجاور لج كام؟ 12. طب الوتر كام؟ 13. الظا بتاعت زاوية ج كانت يا ولاد المقابل على المجاور اللي في وشها 5 على ال 12. طيب دلوقتي بقى احنا هنتكلم في زاوية ألف اللي فوق. المفروض ان الجا مقابل على وتر، طب المقابل لألف 12، طب الوتر 13. جتا ألف، الجتا هي مجاور على وتر 5 على 13 المجاور لألف. طب الظا المقابل لألف على المجاور، يبقى ال 12 على الكام؟ على الخمسة. يبقى الجا مقابل على وتر، الجتا مجاور على وتر، الظا مقابل على مجاور. جا شفتها والجتا شفتها، عرفت ازاي تجيب الظا، وعرفت تجيب الضلع لو في ضلع ناقص في السؤال. طيب تعال نشوف مع بعض كم مثال بسرعة على الجزء ده. لما اجي ارسم، يلا اهو مثلث، اهم حاجة في الموضوع هو قال ايه؟ ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، يبقى قال أهم حاجة إن أنا آجي هنا وأحط الب. طيب أحط ألف فين وجيم فين؟ مش مشكلة، ممكن تحط ألف هنا وممكن تحط الجيم هنا. ألف ب ب9 سم، جميل، أدي ألف ب ب9 سم، والب ج ب12 سم، ب ج ب12 سم. هروح أعمل إيه؟ هروح الأول أجيب ألف ج بنظرية فيثاغورس. طيب ألف ج بيساوي جذر، قلنا إيه بقى يا ولاد؟ أنا دلوقتي عايز الكبير، يبقى 9 تربيع زائد 12 تربيع تطلع معاك بكام سنتي؟ ب15. يبقى هاجي هنا واحط كام؟ 15. طيب الراجل المحترم ده عايز مني ايه بقى؟ عايزني احسب له جا جيم زائد جتا الف. يلا بينا نجيب جا جيم ونجيب جتا الف. الجا بتاعه الجيم دي زاويه جيم، الجا مقابل على وتر، يبقى 9 على 15 زائد، عايز مين؟ جتا الألف. الجتا بتاعت الألف مجاور على وتر، يعني برضه 9 على 15 تديني في الآخر 18 على 15. المثال اللي بعده مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ج. يلا بينا هنرسم مثلث، وأهم حاجة في الموضوع قلنا إن إحنا نعرف هو قائم الزاوية فين؟ ده قائم الزاوية في ج. يبقى هكتب الألف تحت مثلا والب فوق. ألف ج ب6 سم، يبقى ده يا مستر 6 سم. ب ج ب8 سم، يبقى الضلع ده 8 سم. نفس النظام أنا محتاج أجيب الأول مين؟ أجيب الألف ب. طب يلا بينا نجيب الألف ب. جذر، نفس النظام، الألف ب هو الوتر، عايز أجيب الوتر، يبقى هاجي هنا أقول له 8 تربيع زائد 6 تربيع تطلع بتساوي 10 سم.
يبقى الراجل المحترم ده 10 سم. طيب هو عايز ايه بقى يا مستر؟ عايزك يا حبيبي تحسب له جتا الالف في جتا الب ناقص جا الف جا ب. طيب تعال نسمي الله. يعني ايه الاول جتا الف جتا ب؟ يعني جتا الف في جتا ب. يبقى طالما لازقين في بعض يبقى في ناقص جا الف في جا ب. طب يلا بينا جتا الالف. انا دلوقتي شغال على الالف. الجتا مجاور على وتر 6 على 10 في جتا الب زاوية ب. الجتا مجاور على وتر يبقى 8 على 10 ناقص جا ألف. الجا مقابل على وتر 8 على 10 في الجا بتاعة الب. الجا بتاعة الب مقابل على وتر 6 على 10. طبعا 6 على 10 في 8 على 10 ناقص 8 على 10 في 6 على 10 تطلع معاك في الآخر بصفر. يبقى أنا جبت له القيمة اللي هو عايزها. طيب تعالى نشوف مثال بعد كده. المثال بيقول لك أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. أ ب 7 سم، ب ج ب 24. اوجد قيمة 3 في ظ أ في ظ ج، وعايز ج تربيع أ زائد ج تربيع الج. يبقى نفس الفكرة برضو، أنا اللي هرسم المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب. أهم حاجة تعرف هو قائم الزاوية فين. يبقى المثلث القائم بتاعي أهو قائم الزاوية في ب. الألف ممكن أخلي دي ألف وأخلي دي ج عادي. الألف ب 7 سم، ألف ب ب 7 سم، والب ج ب 24 سم. يلا أنت بقيت شاطر، هتروح تعمل إيه؟ تجيب الألف ج بنظرية فيثاغورس، جذر 24 تربيع زائد 7 تربيع تدي لك 25. طيب تعالى بعد كده، أنت عندك مطلوبين. إيه المطلوب الأول؟ أنا عايزك تجيب لي 3 ظ ألف. يعني إيه 3 ظ ألف؟ يعني 3 في ظ ألف في ظ ج. يلا بينا 3 في ظ ألف. الظا مقابل على مجاور يبقى 24 على 7 في الظا بتاعة الجيم مقابل على وتر 7 على 24. طبعا دول راحوا مع بعض بواحد، الإجابة النهائية 1. المطلوب الثاني عايز إيه؟ ج تربيع الألف زائد ج تربيع الجيم. طب يا مستر يعني ايه ج تربيع الالف؟ يعني هات ج الف وحط عليها تربيع بس كده. بس كده. يلا ج الف، الجا مقابل على وتر 24 على 25 زائد عايز ايه بعد كده؟ ج ج، الجا بتاعت الجيم 7 على 25. اعملها بآلتك الحاسبة تطلع لك القيمة بواحد. أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. اثبت أن ج تربيع أ زائد ج تربيع ج بيساوي 1. مستر نعم، مفيش أرقام في السؤال، عادي ولا يهمني. هو مش قائم الزاوية في ب؟ حاضر أهو يا سيدي، عملت المثلث قائم الزاوية في ب، ودي أ ودي ج. هو عايز يثبت إيه؟ ج تربيع أ زائد ج تربيع ج بواحد. طيب هنعمل إيه؟ ولا أي حاجة. هنجيب الج بتاعة الألف ونربعها زائد ج ج ونربعها ونشوف بكام. ازاي يا مستر دي مش موجودة؟ خلاص، هو ج ألف المفروض مقابل على وتر صح؟ صح، يعني ب ج المقابل على ألف ج زائد ج تربيع الجيم اللي هي ألف ب على ألف ج. طيب بعدين هنوزع التربيع، يبقى ب ج تربيع على ألف ج تربيع زائد ألف ب تربيع على ألف ج تربيع بيساوي، هما مش اللي تحت زي بعض؟ يبقى ألف ج تربيع. طيب ب ج تربيع زائد ألف ب تربيع بيساوي إيه؟ بالله عليك، ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع ده نظرية فيثاغورس كان بيساوي ألف ج تربيع. يبقى ألف ج تربيع على ألف ج تربيع يطلع في الآخر خالص بيساوي الواحد.
يلا بينا المثال اللي بعده. ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. هو أنا كله اللي هرسم؟ هنعمل إيه؟ ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. يلا يا سيدي أهو المثلث بتاعك قائم الزاوية في ب، اسمه إيه؟ ألف ب ج. ألف ج بجذر 2 ألف ب. والله أنت راجل شاطر وعارف من الجبر. هو مش ألف ج بيساوي جذر 2 ألف ب؟ يبقى ألف ج على ألف ب، أروح وما أرجعش بإيدي فاضية. جذر 2 على كام؟ على 1. ومن الآخر الألف ج هي اللي جذر 2 والألف ب هي اللي بواحد. طيب كده فاضل ضلع، مين هو؟ فاضل عندي الب ج يا مستر. طب ما يلا نجيبه بنظرية فيثاغورس. يبقى جذر 2 تربيع ناقص 1. إذا الب ج تطلع بواحد. يبقى أنا طلعت ده برضو بكام؟ بواحد. اوجد النسب المثلثية الأساسية لزاوية ج. يبقى أنت عايز تجيب جا ج وجتا الجيم وظا الجيم. طب يلا بينا. جا ج الجا مقابل على وتر 1 على جذر 2. طيب الجتا بتاعت الجيم مجاور على وتر برضه 1 على جذر 2. فبالظا بتاعت الجيم مقابل على مجاور 1 على 1 يديني الواحد. ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب جا ألف ب6/10. اوجد قيمة جا ألف جتا ج زائد جتا ألف جا ج. هو يعني إيه جا ألف ب6/10؟ حبيب قلبي كل القصة إن الجا بتاعت الألف بتساوي 6/10 بس. والله اللي هي 3/5. كده تمشي وكده تمشي، في جميع الأحوال مفيش مشكلة. طيب يبقى 6/10 دي اللي هيها 3 على كام؟ 3/5. فحضرتك هتيجي عادي ترسم مثلث. المثلث اسمه ألف ب ج قائم الزاوية في ب. ادي ألف وادي ج. الجا بتاعة الألف دي 3 ودي 5. يبقى 6/10 اللي هي 6/10. ممكن اشتغل عادي 3/5 هنا لأن دي نسب. هتجيب ده برضه بنظرية فيثاغورس. يبقى الب ألف هيطلع ب4 سم. يلا بينا. هو عايزك تجيب له إيه؟ عايزك تجيب له جا ألف. الجا مقابل على وتر يبقى 3/5 في جتا ج مجاور على وتر 3/5 زائد جتا ألف مجاور على وتر 4/5 في جا ج. الجا بتاعت الجيم هي مقابل على وتر اللي هو 4/5. انت بتتكلم هنا في 9/25 زائد 9/25 اسف 16/25 تطلع في الاخر خالص اجابته بواحد. السؤال ده س ص ع مثلث قائم الزاوية ص. فإذا كان س ص إلى س ع بيساوي 1/2 اوجد ج س ظ س. نفس الفكرة، مفيش معك أي مشكلة. احنا قلنا س ص ع قائم الزاوية في ص، هي ديت ص. وممكن نكتب ده س ودود عين عادي. س ص إلى س ع ب1/2. س ص إلى س ص إلى س ع ب1/2. نسب عادية. هنجيب ص ع بنظرية فيثاغورس 2 تربيع ناقص 1 تربيع تديني جذر 3. يبقى الراجل المحترم ده بجذر 3. هو عايز ايه؟ عايز منك الجا بتاعة السين في الظا بتاعة السين. طيب الجا بتاعة السين مقابل على وتر يبقى جذر 3/2 في الظا بتاعة السين اللي هي مقابل على مجاور جذر 3/1 تطلع في الآخر خالص ب3/2. يبقى الجا مقابل على وتر والظا مقابل على مجاور تطلع في الآخر ب3/2. المثال اللي بعده س ص ع مثلث قائم الزاوية ظ س في ظ ص. خلاص خلصنا الفكرة دي قبل كده. تمام.
تعال نشوف أ ب ج مثلث قائم الزاوية. أ ب ب5، أ ج ب5 جذر 2. اوجد في أبسط صورة 2 جا أ جتا أ. أخدنا برضو نفس الفكرة. تعال نشوف ده، مع إن إحنا أخدنا فكرته برضو، بس أهو زيادة إيه؟ تأكيد. دلوقتي أ ب ج مثلث قياس زاوية ب ب90، أ ب ب5، ب ج ب3. اوجد ج ج ناقص جتا ج زائد ظ ج. تاني حاجة عايز جا أ جتا ج زائد جتا أ جا ج. طيب أول حاجة هجيبها هروح أجيب أ ب. هنروح نجيب الألف ب بنظرية فيثاغورس، ده واحد من الصغيرين، هيبقى جذر 5 تربيع ناقص 3 تربيع، يطلع معايا بكام؟ ب4 سم. يبقى الراجل المحترم ده طلع معاك ب4 سم. طيب احنا عايزين ايه بقى؟ بص معايا. أول حاجة عايزين نحسب جا ج ناقص جتا الجيم زائد ظ الجيم. حاضر. جا ج الجاه مقابل على وتر، يبقى 4 على 5 ناقص الجتا بتاعت الجيم مجاور على وتر 3 على 5 زائد الظا بتاعت الجيم اللي هي مقابل على مجاور 4 على كام؟ على التلاتة. ممكن تروح تعملها بالآلة الحاسبة أو دول كده. 1 على 5 زائد 4 على التلاتة يعني بتساوي 15، و20 و3 يبقى 23 على ال 15. طيب المطلوب الثاني عايز ايه؟ عايز الجا بتاعت الالف في الجتا بتاعت الجيم زائد الجتا بتاعت الالف في الجا بتاعت الجيم. طيب يلا بينا. الجا بتاعت الالف، جا الف ب3 على 5، جتا الجيم برضه ب3 على 5، جتا الف مجاور على وتر 4 على 5 في جا ج 4 على 5. لسه حالين اخواته من شويه، طلع برضو بكام؟ بيساوي الواحد. ده مثال برضو عادي، اثبت ان جا الف مفيش فيه مشكله. تعال نمسك الفكره دي. بيقول لك دلوقتي في الشكل المقابل الف د عمودي على الب ج. ماشي. الف د عمودي على ب ج، الف ج ب 17 سم، الدال ج ب 15، الالف ب بيساوي 10. اوجد قيمه 3 ظ ج زائد ج ب. عايز 3 ظ ج زائد الجا بتاعه الب. طيب ايه اول خطوه ممكن نعملها؟ بص يا سيدي، انت معاك الالف ج كله ب 17 والدال ج ب 15 والالف ب ب 10. ممكن في البدايه نحسب طول الالف د بنظريه فيثاغورس. فهنيجي نقول له ايه؟ الألف د بيساوي جذر 17 تربيع ناقص 15 تربيع، تطلع معايا ب 8 سم. طيب انت دلوقتي جبت الراجل المحترم ده ب 8 سم، هو طالب منك ايه بقى؟ طالب منك 3 ظ ج، يعني 3 في ظ ج زائد ج الب. طيب مش محتاج برضه اقول لك ان انا لو عايز اجيب ممكن اروح اجيب الب د لو محتاجها في المثلث ده، هتبقى جذر 10 تربيع ناقص 8 تربيع، تطلع بكام؟ ب6. ده برضه هو كده معايا كام؟ 6. طيب يلا بينا. 3 في ظ ج، الظا مقابل على مجاور يبقى 8 على 15 زائد الجا بتاعة الب. الجا هي مقابل على وتر يبقى 8 على كام؟ على 10. اعملها بالآلة وطلع الناتج النهائي. المثال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل قياس زاوية أ ب ج بيساوي قياس زاوية ب أ ج ب 90. الألف د ب 4 سم والألف ج ب 5 سم والب ج ب 13 سم. اوجد قيمة ظ زاوية د أ ج وجا زاوية أ ج ب ناقص جا زاوية ب في جتا زاوية ج أ د. طيب تعال نسمي الله واحدة واحدة ونشتغل. بص يا سيدي، أولا أنا هروح أجيب أضلاع المثلث اللي ناقصه. طيب أنا معايا المثلث المحترم ده
والمثلث المنقط ده. طيب هنا طبعا الدال ج هيبقى بكام؟ ب 3 سم. انت خلاص شاطر عارف الاضلاع. 5 و13 يبقى ده كام سنتي؟ ب 12 سم. طيب تعالى كده نجيب الجيم دال بنظريه فيثاغورس. الجيم دال هتيجي تقول لي بيساوي جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع هيطلع ب 3 سم. وبرضه نفس النظام، انت جايب الالف ب. الالف ب جايبه عن طريق جذر 13 تربيع ناقص 12 تربيع هيطلع معايا بكام سنتي؟ ب 5 سنتي. تعالى بقى نشوف الراجل المحترم ده عايز ايه. هو عايز اول حاجه زاويه د الف ج. د الف ج يعني الزاويه دي. الظا مقابل على مجاور يبقى 3 على 4 في ج الف ج ب. الف ج ب يعني الزاويه دي. الجا بتاعت الزاويه دي هي مقابل على وتر، يبقى ال 12 على 13 ناقص الجا بتاعت زاويه ب اللي هي مقابل على وتر 5 على 13 في جتا ج الف د. ج الف د الجتا بتاعت الزاويه دي اللي هي تعتبر مقابل على الجتا بتاعت ج الف د. الجتا اللي هي مجاوره على وتر، يبقى 4 على كام؟ على 5. وتروح بآلتك الحاسبه الجميله الظريفه وتجيب الناتج بتاعها. طيب بص معايا كده. في مثالين عن شبه المنحرف. المثالين دول مهمين جدا. طيب مثال عن شبه المنحرف متساوي الساقين، يجي يقول لك ايه؟ انا معايا ا ب ج د شبه منحرف متساوي الساقين. طيب بعدين فيه الالف د بيوازي الب ج، والالف د ب4 سم، الالف ب ب5 سم، والب ج ب12 سم. عايزك تعمل ايه بقى؟ بيقول لك اثبت ان. عايز يثبت ايه؟ 5 ظ جتا ج على ج تربيع الج زائد جتا تربيع الب بيساوي كام؟ بيساوي 3. طيب سم الله بقى وتعالى. دلوقتي انا لما اجي اقول لك انا عندي شبه منحرف متساوي الساقين، يبقى الرسمه بتاعتنا هتكون بالمنظر ده. هنرسم شبه منحرف متساوي الساقين. طب يا مستر، هو شبه المنحرف المتساوي الساقين ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ا ب ج د. جميل. بعدين ا د بيوازي الب ج، وده متساوي الساقين، يعني الاثنين دول قد بعض. الالف ب بكام؟ ب 5 سم، يبقى الراجل المحترم ده ب 5 سم. طيب الب ج كله بكام؟ ب 12 سم. عندك الالف د ب 4 سم. عايز 5 مش عارف ظا ايه. طب يا مستر معلش، هي فين المثلثات القائمه؟ ما هو انا يا حبيبي اللي هخليها مثلثات قائمه. ازاي؟ هنرسم مثلا الف س ونرسم د ص. يبقى هقول له كده العمل نرسم ألف س عمودي على ب ج، وألف ودال صاد عمودي على الب ج، يعني الزاوية دي تبقى قائمة والزاوية دي برضو تبقى قائمة. بعدين هقول له إن الشكل اللي اسمه ألف س صاد دال ده هيبقى مستطيل. وبالعقل بقى، هو مش ده معاك ب4؟ يبقى ده كمان بكام؟ ب4. وده كله 12، اتبقى 8 من تطابق المثلثات، ده ياخد 4 وده ياخد 4. وبالمرة هات له الألف س بنظرية فيثاغورس اللي هو هيبقى جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع يطلع ب 3 سم. يبقى ده 3 وده كام؟ 3. يلا بينا نجاوب بقى على اللي هو عايزه. أنا عايز إيه؟ 5 أدي 5 في ظ ب، ده ب
الظا مقابل على وتر، مقابل على مجاور، يبقى 3 على الأربعة. في جتا الجيم، طب الجتا مجاور على وتر، يبقى 4 على 5 على جا تربيع الجيم. هنجيب الجا بتاعت الجيم ونربعها، وجتا تربيع الب الجتا بتاعت الب ونربعها. جا جيم، الجا هو مقابل على وتر، يبقى 3 على 5 تربيع زائد الجتا بتاعت الب مجاور على وتر، 4 على 5 تربيع. فوق 5 مع الخمسة، 4 مع الأربعة، يتبقى 3. اللي تحت تاب 1 بيساوي 3. يبقى حضرتك يا أستاذ ثبت وخلصت الدنيا فيها، والدنيا معاك زي الفل. يبقى ده كده المثال بتاع المثلث او شبه المنحرف متساوي الساقين. طيب تعالى جنبه هنا، عندي شبه منحرف بيكون قائم، ويجي يقول لك في المثال ايه؟ دلوقتي انا معايا الف ب ج د شبه منحرف قائم الزاويه في ب. الالف د بيوازي الالف د بيوازي في الب ج. الالف ب ب 3 سم، والالف د ب 6 سم، والب ج ب 10 سم. عايزك تثبت ان جتا زاويه د ج ب ناقص ظا زاويه الف ج ب بيساوي نص. طيب شبه المنحرف متساوي الساقين انت عرفت طريقه رسمته. طب شبه المنحرف بقى التاني القائم، بص يا سيدي هتعمل ايه؟ هنيجي كده زي الشطه ونرسم شبه منحرف قائم الزاويه في ب. ادي الف، وادي ب، ادي ج، ادي د. هو قايل في المساله ان الالف د بيوازي الب ج. طيب الالف ب بكام يا مستر؟ الالف ب ب 3 سم. طيب الالف د بكام يا مستر؟ الالف د ب 6 سم. طب الب ج بكام يا مستر؟ ب 10 سم. شكرا. فين المثلث القائم؟ مش عارف. تعالى هنعمله نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. هنقول له ايه بقى؟ هنرسم مثلا د س. يبقى العمل نرسم د س عمودي على الب ج، ونقول له يبقى الالف ب س د ده مستطيل. طالما ده 6 يبقى ده 6. طب ده كله 10 يتبقى 4. ده 3 يبقى ده 3. نروح نجيب د ج بنظرية فيثاغورس، 3 تربيع زائد 4 تربيع يدي 5، يبقى ده 5. طيب هو عايز يبقى جتا زاوية د ج ب. د ج ب د ج ب يعني الزاوية دي. طب الزاوية دي موجودة فين؟ موجودة يا ولاد في المثلث ده. الجتا مجاور على وتر، يبقى 4 على 5 ناقص ظا زاوية ألف ج ب موجودة في المثلث ده اللي بالطول ده، والظا مقابل على مجاور، يساوي معاك دي 8 على 5. دي 8، يعني دي كده تبقى 8 على 10 ناقص 3 على 10، 5 على 10 تطلع بكام؟ تطلع بنص. يبقى انت كده ثبتها. كان عندي بعد كده اهم مثلثين كنا بنحفظه. ده مثلث قائم، الزاوية دي 30 والزاوية دي 60. وده كان مثلث برضه قائم بس متساوي الساقين، ده 45 وده 45، والاتنين دول قد بعض. كنت بعمل ايه؟ بقول 1 2 جذر 3، 1 1 جذر 2. والراجل المحترم ده كنا بنستخدمه علشان نحسب الجا بتاعة الزاوية 30، وجتا 30، وظا 30. كنا بنحسبه علشان نستخدم جا 60
جتا 60 ظا 60. هنا جا 45 عشان نحسب جتا 45 وعلشان نجيب ظا 45. طيب بسرعة كده، جا 30 مقابل على وتر يبقى نص. الجتا مجاورة على وتر جذر 3 على 2. الظا بتاعة ال 30 كانت 1 على جذر 3. جا 60 بجذر 3 على 2 من المثلثات. جتا 60 بنص، ظا 60 بجذر 3. جا 45 بواحد على جذر 2. جتا 45 بواحد على جذر 2. ظا 45 بواحد. وعايز اقول لك ملحوظة. لو دلوقتي قلت لك ان جا ألف بتساوي جتا الب، جا زاوية بيساوي جتا زاوية تانية. ولو قلت لك ان جا ألف بيساوي جتا ألف نفس الزاوية. لو قلت لك ان جا ألف بيساوي جتا ب، تفهم ان الألف زائد الب قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب ب90 درجة. ولما يكون عندك زاويتين زي ال30 وال60، الجا بتساوي الجتا، الجا بتساوي الجتا، يبقى مجموعهم 90. طب لو جا زاوية بيساوي جتا الزاوية بتاعتها، الزاوية دي حادة، يبقى الزاوية دي ب 45 درجة. ليه؟ عشان الزاوية الوحيدة اللي الجا بتاعتها بتساوي الجتا بتاعتها هي 45. وبيتقسم معاك الدرس ده لنوعية أسئلة. قبل ما نخش فيها تعال أفكرك بحاجة بسرعة. لو أنا دلوقتي قلت إن جا س بنص، وعايز أعرف يا ولاد قياس زاوية س تساوي كام درجة، حيث طبعا س بزاوية حد، حضرتك كنت بتعمل كالتالي. يلا بينا. هتيجي تقول لي شيف ساين النص وتديها للآلة، هتطلعها لك 30 درجة. ونفس الكلام ده أنا لو محتاج أجيب أي زاوية، لو محتاج أعرف أي زاوية بكام، بجيب الجا بتاعتها. يعني أنا ممكن أجيب الجا وأقوم عامل لها شيفت ساين، أو أجيب جاتا الزاوية وأعمل لها شيفت كوزاين، أو أجيب ظا زاوية وأعمل لها شيفت تان. طيب تعالى بسرعة كده نشوف الكلام ده بنعمله ازاي. تعالى على جزء الايه؟ الأسئلة على طول. طبعا الاختيارات يا ولاد هيكون ليها فيديو لوحدها بإذن الله. أي سؤال اختيارات؟ يلا بينا. أول نوعية من الأسئلة هي أسئلة اوجد قيمة. هحل معاك سؤالين واسيبك تكمل الباقي. أول سؤال اوجد قيمة. اوجد قيمة ده من أسهل الأسئلة. ليه؟ لأنه بيكون شغل تعويض مباشر. زي إيه؟ جاتا 60. أنت عارف إن جاتا 60 بنص في جا 30، ما هو جا 30 بنص ناقص جا 60 جذر 3 على 2 في جاتا 30 جذر 3 على 2. وكمل بقى. تعمل ايه؟ نص في نص بربع ناقص جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 ب3 على 4. ربع ناقص 3 على 4 الآلة تطلعه لك سالب نص. جا 45 جاتا 45 زائد 3 جا 30 جاتا 60 ناقص جاتا 30. حاضر. جا 45 يا مستر بواحد على جذر 2. جاتا 45 بواحد على جذر 2 منين؟ من الجدول اللي فات. زائد 3 في جا 30 بنص جاتا 60 بنص ناقص جاتا تربيع 30. هو جاتا 30 بكام أصلا؟ بجذر 3 على 2 الكل تربيع. واعملهم خطوة خطوة. يعني ايه؟ نص في واحد على جذر 2 في واحد على جذر 2 بنص. انت طبعا شغال كل خطوة بالآلة. 3 في نص ب3 ارباع ناقص جذر 3 على 2 الكل تربيع، يعني 3 على 4 يساوي ده
راح مع ده، القيمة النهائية هتطلع معاك بكام؟ بنص. يبقى ده أول فكرة اللي هو اوجد قيمة. طيب هسيب لك دي أنت تحلها وتقول لي طلعت بكام. بدون النوع التاني، اثبت إن في حاجة بتساوي حاجة. علشان أثبت إن في حاجة بتساوي حاجة هتقوم عامل كالتالي. تعمل إيه يا بيه؟ زي بيو كده، تقسم الصفحة. أنت عايز تثبت إيه؟ إن 4 جاي 45 جاتا 45 ب 2، يبقى تاخد ده كده لوحده اللي هو 4 جاي 45 جاتا 45 تجيب قيمتها، والاثنين على جنب هي كده ولا كده قيمتها موجودة. طب يلا 4 في جاي 45 1 على جذر 2 جاتا 45 1 على جذر 2 يساوي 2. زي الفل. الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. انت عيل محترم وحلل صح. بدون استخدام الاله الحاسبه اثبت ان جاتا تربيع 60 بتساوي جاتا تربيع 30 زو تربيع 30 زو 45. اقسم الصفحه نصين. هتجيب الطرف ده لوحده اللي هو جاتا تربيع ال60، وتجيب ده لوحده اللي هو جاتا تربيع 30. طالما لازقه فيها يبقى في زو تربيع 30 في زو 45. طيب جاتا 60، والله يا مستر جاتا 60 بنص وعليها تربيع، يبقى ده ربع. ده الطرف الأيمن. الطرف الأيسر جاتا 30، يبقى جذر 3 على 2 تربيع في ظا تربيع 30، يعني 1 على جذر 3 تربيع في ظا 45 1. ده جذر 3 ارباع، آسف، هيبقى 3 على الأربعة. جذر 3 على 2 تربيع يبقى 3 ارباع في 1 على 3 في 1. بقالتك طبعا يتبقى معايا ربع. جميل جدا. يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. طبعا يا عسل لو انت طلعت الايمن غير الايسر يبقى انت عامل حاجه غلط. وطبعا انت عارف انا عايز اقول ايه، بس ده فيديو ما ينفعش اقول لك. نفس النظام هنا، كل دي افكار نفس الفكره. عشان بس ما اطولش عليك وقت الفيديو، هتعمل ايه؟ تعالى نمسك اول واحده وهسيب لك الباقي. بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت. عايزك تثبت ان في حاجة بتساوي حاجة. هناخد ده لوحده يا مستر على جنب، يبقى 2 جا 30، يعني 2 في جا 30 زائد 4 في جتا ال60، واجيب هنا على جنب ظا تربيع 60 لوحدها. طيب 2 في جا 30 بنص زائد 4 في جتا 30 بنص. 2 في نص بواحد، 4 في نص ب2، يديك كام؟ 3. ظا تربيع 60، هي ظا 60 بكام يا ولاد؟ بجذر 3. حط لي تربيع يبقى كام؟ 3. اللي بعديهم دول نفس الفكرة برضو، تقسمها نصين وتحل. نفس الفكرة نفس الفكرة نفس الفكرة، هيها مفيش أي حاجة بدون استخدام. تاني حاجة أو تالت نوع. تالت نوع اللي هو يجي ويقول لك اوجد قيمة س. بتقسم لحاجتين، س لوحديها زي ما انت شايف كده، وس تكون جوه الجاي. هنا س لوحديها. بص الخطوة الأولى هتيجي تقول لي ايه؟ هتيجي تقول لي إن السين بتساوي، وتشد لي خط كده. كل اللي هناك ده زي ما هو، يعني جا 30 في جاتا 60 زائد جاتا 30 في جا 60 على اللي قدام السين اللي هو جا كام؟ 30. يعني السين يا أستاذ هنا بتساوي جا 30 بنص جاتا 60 بنص جاتا 30 جذر 3 على 2 جا 60 جذر 3 على 2 على نص. الكلام اللي فوق ده يطلع 1 1 على نص، بالآلة تطلع لك كام؟ 2. طب خلي بالك هنا، أنا هنا عشان مضروبين. لو أنا عايز أجيب هنا قيمة السين، أقول له السين بتساوي، هودي ده عشان في هنا ناقص الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى جا تربيع 60
زائد جا 30 في جتا تربيع 45، ومنها السين تساوي جا تربيع 60 يعني جذر 3 على الاتنين تربيع، جا 30 بنص، جتا تربيع 45 اللي هو 1 على جذر 2 ايه تربيع. يبقى دي كده 3/4 نص في نص بربع يطلع معايا بواحد. اللي بعده دول مضروبين نفس النظام، هحل لك الثلاثه دول عشان تثبت الفكره فين في دماغك. عايز س، هتيجي تقول لي س بيساوي، شد خط، ظا تربيع 60 على كل اللي قدام السين، جا 30 جتا تربيع 45، ومنها كمل يلا السين بتساوي ظا تربيع 60 يعني جذر 3 الكل تربيع على جا 30 بنص في 1 على جذر 2 الكل تربيع. الآلة هتطلع لك اللي فوق ب3 وتطلع لك اللي تحت ب4. يلا مرة كمان آخر مرة. س جتا 60 بتساوي جا 30 زائد ظا 45. هتيجي تقول لي يلا السين بتساوي ايه؟ ها اللي هناك ده كله جا 30 زائد ظا 45 على جتا 60. يلا بينا. جا 30 بكام؟ بنص. ظا 45 بكام؟ بواحد. جتا 60 بكام؟ بنص. يبقى نص، يبقى دي كده 3 على الاتنين على النص، يعني 3 على الاتنين 2 على 1 تطلع في الآخر خالص بتساوي 3. رقم 5 دي هتبقى برضو نفس الايه الفكرة هياها. هنا بقى ركز معي، السين جوه الجا. هنا الموضوع يختلف. ليه؟ لأنه الراجل المحترم ده عايز يعرف الزاوية نفسها حيث س زاوية حد. ممكن نيجي نقول ايه؟ 2 جا س بيساوي جا 30 بنص جتا 60 بنص جتا 30 جذر 3 على 2 جا 60 جذر 3 على 2، يعني 2 جا س بيساوي 1، يعني جا س بكام؟ 1 على 2. انت بقى عايز تعرف س دي بتساوي كام درجة؟ يبقى تيجي تقول لي كده، ها شيفت ساين النص، هيقول لك احلى مسا عليك، الزاويه بكام درجه؟ ب 30 درجه. اللي بعده نفس النظام، يلا ظا س بيساوي 4 في جا 30 بنص جتا 60 بنص، يعني ظا س بتساوي 4 في نص في نص بواحد. انت دلوقتي عايز تعرف الزاويه بكام؟ هتيجي هنا زي الشاطر تقوم قايل لي شيفت تان الواحد، زاويتك الجميلة الأمورة تطلع بكام؟ ب45. تعالى نشوف المثال اللي بعده عشان نجيب الزوايا. طبعا كل الأمثلة دي أنا عايز فيها الزاوية. تعالى يا سيدي هات لي الزوايا. جا س بتساوي ظا 30 جا 60 حيث س قياس زاوية حادة، فأوجد 4 جتا س جا س. يبقى أنا الأول المسألة متقسمة عندي نصين، عايز أحل الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول إن جا س تساوي ظا 30 1 على جذر 3 في جا 60 جذر 3 على 2. ده راح مع ده، يعني جا س بيساوي نص. زي الشاطر والأمور هتعمل لي شيفت، صدق خط في الإنجليزي أحلى من العربي والله، ساين النص. الزاوية تطلع بكام درجة؟ 30. تروح أنت بقى الجنب الشمال، أنت عايز إيه؟ أنا عايز 4 جتا س اللي احنا مطلعينها 30 جا 30، يعني 4 في جتا دي بجذر 3 على 2 جا 60 بنص، 2 في 2 ب4 راحوا مع بعض، الناتج النهائي يطلع معاك بجذر 3. إذا كان جذر 3 جا س ظا 30 بيساوي ظا 45 جتا
2 س. اوجد قيمة س حيث س زاوية حد. طيب تعالى واحدة واحدة. بص المثال ده حلو. المثال ده جذر 3 ج س في ظ 30 ب1 على جذر 3 بيساوي. انا ما عملتش اي حاجه، انا نزلت جذر 3 زي ما هي، ونزلت ج س زي ما هي، ونزلت الظ س ب1 على جذر 3. ظ 45 ب1 في جتا 2 س. ادي جذر 3 راح مع جذر 3، يبقى ج س بيساوي جتا 2 س. والله يا ابني انا قلت لك من شويه انا بشرح، لو قلت لك ان في جا زاويه بيساوي جتا زاويه ثانيه، يبقى الزاويتين دول مجموعهم 90. والله قلت من شويه. يعني يا مستر 3 س بتساوي 90، ومنها السين بكام درجه؟ ب 30 درجه. تعالى الحته بتاعت الزاويه دي ناخد برضو عليها المثال ده. يلا. جتا س بجا 30 جتا 60. فوجد قياس زاوية س حيث س زاوية حادة، ثم اوجد ظ س. حاضر. اهو جتا س بتساوي جا 30 بنص جتا 60 بنص، يبقى جا 30 جتا 60. يبقى انا كده معايا ان جتا السين بتساوي ربع. فوجد قياس زاوية س حيث س زاوية حادة. طبعا هنا هنضطر ان احنا نعمل كالتالي: شيفت كوزين الربع ده. تعالى نعمله بالآلة. يبقى شيفت كوزين الربع تطلع بالدرجات 75. ثواني كده بس عشان هو ايه يساوي والكومة. تطلع 75 درجة و31 دقيقة وحوالي 21 ثانية تقريبا. ممكن ناخدها ونعمل لها التان بتاعها على طول، تطلع جذر 15. الظا بتاعة السيتا او الظا بتاعة السين بالآلة بقى هتعمل ظا، الناتج اللي طلع هيطلع معاك بيساوي جذر 15 على 1. المثال اللي بعده: اوجد قيمة س. خلاص ده نفس النظام، انت خلاص بقيت راجل محترم. اوجد قياس زاوية س. كل دي مسائل نفس الفكرة نفس النظام معاك تشتغل عليها. اوجد قياس زاوية سيتا، برضو الزاوية بقى اسمها هيك. كل دي نفس الايه الافكار. تعالى بس ناخد الايه الفكرة المختلفة دي اللي هو في السؤال رقم 14. المثال ده بيقول لك إذا كان ظ س زائد 5 بيساوي ج 60 جتا 30 زائد ج تربيع 30. اوجد قيمة س حيث س زائد 5 زاوية حد. حاضر. تعمل ايه؟ ولا أي حاجة. ظ س زائد 5 بتساوي ج 60 بجذر 3 على 2. جتا 30 يا ولاد بجذر 3 على 2 زائد ج تربيع 30 اللي هي نص تربيع. القصة دي كلها على فكرة هتطلع بواحد، يعني ظ س زائد ال5 هتطلع بواحد. هتقوم جاي زي الراجل المحترم وعامل له كده شيفت تان الواحد تطلع 45 درجة. ايه اللي ب 45 درجة؟ س زائد 5 كلها يا أستاذ هي اللي ب 45 بعكس الإشارة، يبقى الس 45 ناقص 5 تطلع بكام درجة؟ ب 40 درجة. المثال ده 15 ده نفس الفكرة. خلاص تعال نشوف المثال رقم 16. بيقول لي ايه هنا بقى؟ بص يا سيدي، ألف ب ج ده المستطيل فيه ألف ب ب 15 وألف ج ب 25. عايز قياس زاوية ألف ج ب ومساحة سطح المستطيل.
عشان تجيب قياس اي زاويه المفروض تروح تجيب الجا او الجتا او الظا بتاعتها الاول، وبعد كده تعمل لها شيفت ساين او شيفت كوزين او شيفت تاني. ازاي؟ تعالوا انا اقول لك. بص يا سيدي، دلوقتي الف ج ب عايز الزاويه دي. بالله عليك انت عندك ايه؟ عندك المقابل وعندك الوتر، صح؟ ممكن تيجي تقول له ايه؟ بص يا عمو، جا زاويه الف ج ب بتساوي المقابل على الوتر اللي هي 15 على 25، يعني 3 على 5. عايز بقى انت زاوية ألف ج ب نفسها، قوم رايح قايل له شيفت. احنا جبنا ايه؟ الجاي، يبقى شيفت ساين 3 على 5، وتروح بالآلة الحاسبة بتاعتك الحلوة الجميلة تقوم اعمل له ايه؟ ها، شيفت ساين 3 على ال5، وتك على كوما، تطلع معاك ب 36 درجة 52 دقيقة و12 ثانية. طيب عايز ايه؟ مساحة المستطيل. طب معلش، هو مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ المفروض ان مساحة المستطيل دي يا اولاد بتساوي الطول في العرض. طب انا معايا العرض، ما تروح تجيب الطول يا عم بنظرية الثاورس اللي هو ب ج، اللي هو جذر 25 تربيع ناقص 15 تربيع يدي لك 20 سم. يبقى الراجل ده 20 سم. يبقى المساحة الجميلة الظريفة بتاعة المستطيل الطول في العرض اللي هو 15 في 20 تطلع 300 سنتيمتر مربع. تعال يلا نشوف المثال اللي بعده. أ ب ج مثلث متساوي الساقين. الألف ب بيساوي ألف ج بيساوي 8 سم. تعال نرسمه كده. ادي عندي مثلث متساوي الساقين اسمه ألف ب ج. الألف ب 8 سم والألف ج ب 8 سم. ب ج ب 12. بعدين يا عمنا قال لك ايه؟ قال لك الألف د عمودي على الب ج. طيب استنتج ايه؟ طالما عندي يا اولاد مثلث متساوي الساقين والألف د ده عمودي على الب ج، يبقى استنتج ان الدال منتصف الب ج، يعني الدال دي في النص ما بين الب والجيم، يعني من الاخر الب د ده ب 6 سم. يبقى ب د ب 6 سم. طيب انت عايز قياس زاويه ب، صح؟ احنا يعتبر عندنا ايه؟ اعرف اجيب المقابل ولا المجاور، ولا اعرف اجيب الجا، ولا اعرف اجيب الجتا، ولا اعرف اعمل ايه؟ في المثلث اللي انت شايفه ده انت عندك دي زاويه ب، عندك المجاور وعندك الوتر. هتقول له ايه؟ بما ان جتا الب بتساوي مجاور على وتر اللي هو 6 على 8، اذا قياس زاويه ب جدع هتقوم عامل لي ايه بقى؟ شيفت كوزين 6 على 8. بعد كده عايز مساحه سطح المثلث. طب هي المثلث نص طول القاعده في الارتفاع. الارتفاع يبقى انت كده عايز تجيب الف د. الف د ده بيساوي جذر معايا 8 تربيع ناقص 6 تربيع، انا ما اظن هيطلع 7 جذر 2. يبقى المساحه هي نص طول القاعده اللي هو 12 في 7 جذر 2، ويطلع زي ما يطلع. تعال نشوف المثال اللي بعده. بيقول لك في الشكل المقابل انا عندي مثلث ا ب ج قائم الزاويه في ب، قياس زاويه ج بتساوي 40 والف ج ب 12. اوجد طول كل من ا ب وب ج. طيب هقول لك على حاجه، انت مش عندك يا استاذ زاويه اسمها ج وبكام؟ ب 40. ممكن حد يقول لي هي جا ج بتساوي ايه؟ الجا بتساوي مقابل على وتر ا ب على ا ج، صح. ممكن تقول لي الجتا بتاعه الجيم بتساوي ايه؟ مجاور اللي هو ب ج على الوتر اللي هو ا ج. طيب بالله عليك، هو انت مش معاك الزاويه؟ جا 45 بيساوي ا ب ما اعرفوش،
على ألف جيم. ألف جيم ده بكام؟ ب 12، ومعيش الزاوية هنا 40. يبقى لو أنا عايز أجيب الألف ب هيساوي 12 جا 40 على الواحد، وأطلعها بالقلم. جاتا جيم، هو مش جاتا ال 40 بيساوي ب ج اللي هو المجاور على الوتر اللي هو 12؟ اديله طرفين في وسطين، يبقى ال ب ج بقى هنا بتساوي 12 جتا 40 على الواحد، وطبعا في الحالتين هتطلع ارقام عشريه. بعد ما خلصنا حساب المثلثات والوحده الاولى، تعالى نسمي الله ونخش في الوحده الثانيه. اول حاجه في الوحده الثانيه كانت البعد بين نقطتين، وكنا بنقول ايه؟ ان انا لو عندي نقطه الف بس واحد قصاد واحد، وعندي نقطه ب بس 2 قصاد 2، علشان اجيب البعد بين ألف وب أو طول الألف ب، كنا بنعمل إيه؟ كنا بنجيب قانون البعد ما بين نقطتين اللي هو جذر س 2 ناقص س 1 الكل تربيع زائد ص 2 ناقص ص 1 الكل تربيع. يعني أنا دلوقتي لو جيت وقلت لك أنا معايا نقطة ألف ب10 و6، ومعايا نقطة ب ب6 و3، فإن طول الألف ب أو البعد بين ألف وب، كنا بنعمل إيه؟ كنا بنقول جذر، ممكن أشتغل عادي الأول ناقص الأول تربيع 10 ناقص 6 تربيع زائد 6 ناقص 3 تربيع، يبقى 10 ناقص 6 ده 4 يديني 5 وحدة طول. وكنت بستخدم قانون البعد ما بين النقطتين دول في كذا حاجة. أول حاجة يا أولاد إن أنا أثبت أن 3 نقط تقع على استقامة واحدة. 3 نقط تقع على استقامة واحدة، يعني هديك نقطة ألف وب وجيم. طريقة الحل بقى كنا بنعمل إيه؟ كنا بنروح نجيب طول الألف ب بالبعد ما بين نقطتين، وطول الب ج بالبعد ما بين نقطتين، وطول الألف ج بالبعد ما بين نقطتين، ونثبت إن مجموع الصغيرين بيساوي الكبير. يعني إيه؟ يعني تعالى خد كده معايا يلا أول مثال أهو. هاجي وأقول لك اثبت أن النقط ألف -3 و-1، ب 6 و5، ج ب3 و3. مالها يا مستر؟ عايز اثبت ان هي تقع على استقامة واحدة. طيب برضو عشان تفهم، دلوقتي ده ألف ودي ب ودي ج، لو ده ب6 سم وده ب4 سم يبقى كده الألف ج بكام؟ ب10. مجموع الصغيرين بيساوي الكبير. طيب هنروح نعمل ايه؟ هنروح نجيب الألف ب بالبعد ما بين نقطتين، ونجيب طول الب ج، ونجيب طول الألف ج. طيب حط قدامك كده الألف ب بكام؟ ب-3 و-1، والب ب6 و5. حطهم قدامك وطبق القانون. يلا بينا، هتقول ايه؟ ها، -3 ناقص 6 تربيع زائد -1 ناقص 5 تربيع. أول واحدة هتطلع معايا ب3 جذر 13. أجيب طول الب ج، يعني هاخد الب مع الج، ادي 6 و5 و3 و3. يلا يا بيه هنقول له جذر الاول ناقص الاول تربيع زائد الثاني ناقص الثاني تربيع، يبقى 6 ناقص 3 تربيع زائد 5 ناقص 3 تربيع، هتطلع معايا بتساوي جذر 13 او جذر 13 وحدة طول. هات لي الالف ج، يلا
الألف بكام؟ الألف بسالب 3 وسالب 1. الجيم بكام؟ ب3 و3. يلا بينا نجيب طول الألف جيم. هنقول سالب 3 ناقص 3 تربيع زائد سالب 1 ناقص 3 تربيع. هتطلع معاك بتساوي 2 جذر 13. وبعد كده تقوم جاي لي بقى ها، بما أن مجموع الصغيرين اللي هو الب ج زائد الألف ج 2 جذر 3 وجذر 2 جذر 13 وجذر 13 بطيختين وبطيخة 3 بطيخات بيساوي ألف ب. إذن الألف والب والجيم مالها يا مستر؟ يا ابني تقع على استقامة واحد. يبقى أول حاجة بنستخدم فيها قانون البعد ما بين نقطتين إن أنا أثبت إن في 3 نقط بتقع على استقامة واحد. بعد كده بنستخدم قانون البعد ما بين نقطتين علشان نحدد نوع المثلث. المثلث بيتحدد نوعه على حسب الأضلاع وعلى حسب الزوايا. طيب لو هحدد على حسب الأضلاع ففي مثلث متساوي الأضلاع وفي مثلث مختلف الأضلاع وفي مثلث متساوي الساقين. طب لو هحدد بالنسبة للزوايا في مثلث حاد ومثلث قائم ومثلث منفرج. طيب السؤال هيجي يقول لك ايه؟ انا عندي مثلث اسمه ألف ب ج فيه يدي لك نقطة ألف ويدي لك نقطة ب ويدي لك نقطة ج ويقول لك حدد نوعه بالنسبة للأضلاع أو اثبت إن هو مثلث متساوي الأضلاع أو هكذا. طيب إيه الخطوات اللي بنعملها؟ بنجيب طول الألف ب بقانون البعد ما بين نقطتين، وبنجيب طول الب ج بقانون البعد ما بين نقطتين، وبنجيب الألف ج بقانون البعد ما بين نقطتين. بالنسبة للأضلاع لو الثلاث أضلاع طلعوا قد بعض 6 6 6 مثلا هقول متساوي الأضلاع. الأضلاع دي طلعت 3 سم 4 سم 5 سم هقول مختلف الأضلاع. في مثلا 2 طلعوا قد بعض والرابع مختلف عنهم يبقى متساوي الساقين. طب لو عايز احدد نوعه بالنسبة للزوايا، بص يا سيدي هتعمل ايه؟ هتاخد الكبير الضلع الكبير لوحده وتربعه، وتاخد الصغير هنا تربعه زائد الصغير التاني تربعه. لو طلعت الإشارة ما بينهم يساوي يبقى قائم، لو دول أكبر يبقى حاد، ولو ده أكبر يبقى منفرج. طيب أنا مش فاهم، اديني مثال على الحالتين دول علشان يوضح لي الموضوع. طيب هاجي أقول لك كده بين نوع المثلث ألف ب ج الذي رؤوسه ألف سالب 2 و4 ب 3 وسالب 1 ج 4 و5 بالنسبة لأضلاعه. طب يا مستر يعني ايه بالنسبة لأضلاعه؟ يعني أنا عايز أعرف هل المثلث ده متساوي الأضلاع ولا مختلف الأضلاع ولا متساوي الساقين. هتروح تعمل ايه؟ هنروح نجيب الألف ب بالبعد ما بين نقطتين، ونجيب الب ج بالبعد ما بين نقطتين، ونجيب الألف ج بالبعد ما بين نقطتين. حط النقط قدامك، الألف بسالب 2 و4 الب ب3 وسالب 1 وتقوم قايل لي جذر سالب 2 ناقص 3 تربيع زائد 4 ناقص سالب 1 تبقى زائد 1 تربيع، وهتشوف القيمة دي هتطلع بكام بالآلة. طلعت 5 جذر 2. هنروح نجيب الب ج. طب الب بإيه؟ ب3 وسالب 1. الجيم
4 و5. يلا يا بيه، بالبعد ما بين نقطتين يبقى 3 ناقص 4 تربيع زائد سالب 1 ناقص 5 لكل تربيع. تطلع معاك بجذر 37 وحدة طول. فاضل ايه؟ فاضل الألف والجيم. الألف بسالب 2 و4، الجيم ب4 و5. يلا يا أستاذ، جذر سالب 2 ناقص 4 تربيع زائد 4 ناقص 5 لكل تربيع تدي لك جذر ال 37. اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان في 2 قد بعض. اذا او بما ان هو مش الب ج طلع بيساوي الالف ج، اذا المثلث الف ب ج في ضلعين بس قد بعض، يبقى مثلث متساوي الساقين. تعال نشوف حاجة تاني برضو على المثلث. اثبت أن المثلث الذي رؤوسه ألف بواحد وأربعة، ب سالب 1 وسالب 2، ج 2 وسالب 3، ماله؟ قائم الزاوية ثم اوجد مساحته. على فكرة كخطوات هي يعني هتروح تجيب لي الألف ب، وتجيب لي الب ج، وتجيب لي الألف ج، وبعد كده يحلها ربنا. طيب ألف ب، هي الألف بكام وكام؟ 1 و4، الب سالب 1 وسالب 2. يلا طبق القانون. 1 ناقص سالب 1 يعني 1 زائد 1 تربيع، زائد 4 ناقص سالب 2 يعني زائد 2 الكل كام؟ تربيع. ادي 36 جذر كام؟ جذر ال 40 يعني هتساوي معايا 2 جذر 10. نجيب ايه بقى؟ الب والجيم بعد كده. يلا الب بايه؟ بسالب 1 وسالب 2، الجيم ب 2 وسالب 3. يلا بينا جذر سالب 1 ناقص 2 تربيع زائد سالب 2 ناقص سالب 3، يبقى زائد 3 ايه؟ تربيع. ادي ده كده 3 10، يبقى ده هيطلع معايا بجذر ال10. الالف ج بقى، هي الالف بكام؟ بواحد واربعة. طب الجيم باتنين وسالب 3. يلا بينا ادي جذر 1 ناقص 2 تربيع زائد 4 ناقص سالب 3، يبقى زائد 3 لكل تربيع. ده جذر كام؟ ده جذر 50. جذر 50 يعني 5 جذر 2. تعمل انت بقى، تروح اكبر واحد هو 5 جذر 2 وتربع، وتاخد جذر 10 دي تربعها زائد 2 جذر 10 وتربعها. ده هيطلع ب 50 ودول 50. طلع ايه؟ يساوي. تقول لي بقى بما ان مين اللي 5 جذر 2؟ الالف ج. الف ج تربيع طلع بيساوي الف ب تربيع زائد ب ج تربيع. اذا المثلث الف ب ج قائم الزاوية. طب لو عايز مساحته على طول، نص في الصغير في الصغير، يعني نص في 2 جذر 10 في جذر 10. طب لو عملت المقارنة دي وطلع أكبر مني يبقى منفرج، أقل من يبقى حاد. ودي الطريقة اللي عشان تثبت بيها إذا كان المثلث ده متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع أو مختلف الأضلاع. بعد كده عندي إيه؟ عندي دايرة. إزاي أثبت الدايرة دي دلوقتي مركزها ميم؟ يجي يقول لك إيه؟ أنا عايز أثبت إن في نقطة اسمها ألف، ونقطة اسمها ب، ونقطة اسمها ج، إن النقط الثلاثة دول بيقعوا على دائرة واحدة. عشان تثبت إن هم بيقعوا على دائرة واحدة لازم تجيب الميم ألف، وتجيب الميم ب، وتجيب الميم ج، وتطلع عندك إن الميم ألف
بتساوي م ب بتساوي م ج. وعلى فكرة القيمة دي هي نصف قطر الدايرة، يعني ده وده وده يبقوا قد بعض. وما تنساش علشان لو طلب منك في مثال محيط الدائرة، يبقى محيط الدايرة هو 2 باي نق. طب لو طلب منك مساحة الدائرة، فمساحة الدايرة كانت باي نق ايه؟ تربيع. تعال ناخد مثال على موضوع الدايرة. هيجي يقول لحضرتك اثبت ان النقط اللي اسمها ألف 3 وسالب 1، ب سالب 4 و6، ج 2 وسالب 2 مالها؟ تقع على دائرة مركزها ميم. ميم دي بكام بقى؟ بسالب 1 و2. ثم اوجد محيط الدائرة. حاضر. دلوقتي يا مستر أنا علشان أثبت أن 3 نقط تقع على دائرة واحدة، هروح أجيب إيه بقى؟ يلا بينا قول لي كده. هتروح تجيب الألف ميم بالبعد ما بين نقطتين، والب مع الميم بالبعد ما بين نقطتين، والجيم مع الميم بالبعد ما بين نقطتين، والمفروض ان الثلاثه يطلعوا قد بعض، والناتج اللي هيطلع هو نصف قطر الايه؟ الدايره. الالف 3 وسالب 1، الميم سالب 1 و2، الب سالب 4 و6، والميم سالب 1 و2، الجيم 2 وسالب 2، ودي سالب 1 و2. يلا بينا. دي جذر 3 ناقص سالب 1 يبقى 3 زائد 1 تربيع، زائد سالب 1 ناقص 2 تربيع. آلتك الحاسبة هيطلع معاك بخمسة وحدة طول. تعالى هنا، جذر سالب 4 ناقص سالب 1 يبقى زائد 1 تربيع، زائد 6 ناقص 2 الكل تربيع. آلتك الحاسبة تطلعها 5 وحدة طول. اللي بعده نفس النظام، جذر 2 ناقص سالب 1 يبقى زائد 1 تربيع، زائد سالب 2 ناقص 2 تربيع يطلع ب5 وحدة طول. تقول لي بما أن هو مش الميم ألف طلع بيساوي ميم ب طلع بيساوي ميم ج، كل واحدة ب5، إذا النقاط ألف وب وج تقع على استقامة واحدة. عايز ايه؟ محيط الدايرة. طب محيط الدايرة هو 2 باي نق، يعني 2 في باي في 5. اداك قيمة باي تشيلها، ما ادالكش تسيبها زي ما هي، يديني ايه؟ 10 باي. ويا رب بس انا ما اكونش بكلم نفسي والكاميرا فصلت. طيب في بقى نوع مسائل عكسي. ايه نوع المسائل العكسي؟ تعالى وانا اقول لك. يجي يقول لك ايه؟ اذا كان، هديك عليها مثالين. اذا كان بعد النقطة س و5 عن النقطة 6 و1 يساوي 2 جذر 5، فأوجد س. حاضر. يلا بينا تعالى نوجد س. هو مش ده قانون البعد ما بين النقطتين؟ بس البعد ما بين س و5 و6 و1 بيساوي 2 جذر 5. طب احلها ازاي؟ هاجي اقول له كده. جذر س ناقص 6 تربيع زائد 5 ناقص 1 تربيع بيساوي 2 جذر 5. تمام تمام. ربع الطرفين، دي بقى س. او تعالى الاول سيب الجذر زي ما هو. س ناقص 6 تربيع زائد 5 ناقص 1 4، 4 تربيع ب 16 بتساوي 2 جذر 5. بعدين ربع الطرفين، خد لك هنا تربيع وخد لك هنا تربيع، يبقى س ناقص 6 الكل تربيع زائد 16 بيساوي 4 في 5 ب20. ودي بعكس الإشارة، يبقى س ناقص 6 الكل تربيع 20 ناقص 16 4. خد الجذر بس خلي بالك، هتيجي تقول لي لما تاخد الجذر
مرة س ناقص 6 جذر الأربعة مرة 2 ومرة سالب 2، ومنها هنا 2 و6 يبقى 8، ومنها سالب 4 سالب 2 هنا دي قلنا ايه 2 8 وسالب 2 زائد 6 تديني كام؟ 4. يبقى يا اما س بتساوي 8 يا اما س بتساوي 4. تعال نشوف مثال كمان. يجي يقول لك ايه؟ تعال نشوف واحد سهل ولا بسم الله. إذا كان البعد بين النقطتين ألف و7 وصفر و3 بيساوي 5، فأوجد قيمة الألف. حاضر، يلا بينا. طبق القانون. هتقول لي ايه؟ جذر الأول ناقص الأول ألف ناقص صفر تربيع زائد 7 ناقص 3 لكل تربيع بيساوي كام؟ بيساوي 5. بص كده، ألف ناقص صفر ألف يبقى ألف تربيع، 7 ناقص 3 4 يبقى 16 تربيع بيساوي كام؟ 5. ربع الطرفين يبقى ألف تربيع زائد 16، 5 تربيع بكام؟ ب 25. يبقى ألف تربيع بتساوي 25 ناقص 16 9. خد هنا الجذر، خد هنا الجذر، يبقى الألف بتساوي موجب أو سالب 3. آخر حاجة في البعد ما بين نقطتين يا ولاد كان إنك أنت تثبت الأشكال الهندسية. فكان عند حضرتك كان في متوازي أضلاع، وكان في المستطيل، وكان في المربع، وطبعا حبيبنا وحبيب الكل المعين. ادي ده اسمه ألف ب ج د، ألف ب ج د، ألف ب ج د، وألف وب وج ود. تعالى بقى ازاي نثبت ان الشكل ده؟ طبعا في كلهم في البداية بجيب الألف ب، وبجيب الب ج، وبجيب الجيم د، وبجيب الألف د. عشان تثبت ان الشكل ده متوازي أضلاع لازم تثبت ان الألف ب بيساوي الدال ج، وان الألف د بيساوي الب ج. طب عشان اثبت ان هو مستطيل نفس النظام لازم تثبت ان الألف ب بيساوي د ج، وان الألف د بتساوي ب ج. مش بس كده، ده انت المفروض كمان تزود عليها حاجتين. ايه هي؟ تزود تجيب الألف ج وتجيب الب د، علشان ده اللي بيفرق المتوازي عن المستطيل. يبقى بتجيب الألف ج وبتجيب الب د. علشان تثبت ان الشكل معين لازم الأربع أضلاع يطلعوا زي بعض. يعني لازم الألف ب يساوي ب ج يساوي ج د يساوي الألف د. ولو طلب منك بقى مساحة المعين هي نص الألف ج، يعني أنت لازم تجيب الألف ج في الب د، وطبعا كل ده بالبعد ما بين نقطتين. طب عشان أثبت إن هو مربع لازم تجيب الألف ب تطلع بتساوي الب ج، تطلع بتساوي ج د، تطلع بتساوي الألف د، ولازم تزود عليها الألف ج والب د لازم يطلعوا قد بعض. يعني الألف ج لازم يطلع يكون مساوي لبين للب د. طيب بص كده، هناخد مثال عليهم كلهم. هناخد أشهر مثال فيهم اللي هو المثال بتاع المعين. هاجي أقول لك إيه؟ ألف ب ج د
شكل رباعي. الألف ب5 و3، الب ب6 وسالب 2، الجيم ب1 وسالب 1، والدال ب0 و4. يبقى 5 و3، 6 وسالب 2، 1 وسالب 1، 0 و4. اثبت أن الشكل ماله معين واوجد مساحته. طيب المفروض ان انا اثبت ان الشكل ده ايه معين. الف ب ج د. طيب عشان اثبت ان هو معين محتاج الاول اجيب الف ب وب ج وج د والف د، والمفروض الاربعه دول يطلعوا قد بعض. وعلشان اجيب مساحته محتاج اعرف طول الالف ج وطول الب د، واقول له نص الالف ج في الب د. طب تعالى بقى نجيب البعد على طول. الالف والب هنقول 5 ناقص 6 تربيع زائد 3 ناقص 2 يبقى زائد 2. هتطلع بتساوي جذر 26. الب مع الجيم، يلا بينا نجيب الب والجيم. ادي 6 ناقص 1 تربيع زائد سالب 2 ناقص سالب 1 يبقى زائد 1 تربيع برضه جذر 26. عايز اجيب الجيم مع الدال. 1 ناقص 0 تربيع زائد سالب 1 ناقص 4 لكل تربيع برضه جذر 26. آخر حاجة الألف مع الدال. 5 ناقص 0 تربيع زائد 3 ناقص 4 تربيع تطلع معايا جذر 26. مستر بما أن الألف ب بيساوي ب ج بيساوي ج د بيساوي ألف د، إذا الشكل ده ماله معين. معايا أنت إن هو معين ولا مش معايا إن هو معين؟ يا باشا معايا إنه معين؟ طيب بعد كده عايزين بقى نجيب الألف ج. يلا بينا نجيب طول الألف ج. يبقى 5 ناقص 1 تربيع زائد 3 ناقص سالب 1 اللي هو زائد 1 إيه؟ تربيع. طبعا هنا على طول بقى الألف ج هتطلع ب4 جذر 2. هنجيب الب مع الدال. الب تبقى 6 ناقص 0 تربيع زائد سالب 2 ناقص 4 لكل تربيع هتطلع معاك ب6 جذر 2. يبقى المساحة نص في ألف ج اللي هو 4 جذر 2 في ب د اللي هو 6 جذر 2. ادي جذر 2 في جذر 2 ب 2. 2 في 12 يطلع ب 24.